تفتكروا الطفل اللي بينتمي لأسرة بسيطة لما بيشوف ترند شوكولاتة دبي ده طالع له تقريبا كل دقيقة ما بيروحش لأمه يطلبها؟ طب أمه لما تلاقي زبدة فستق وشوكولاتات بمبالغ غريبة هتعملها له ازاي؟ ده يوم لما حد بيدي فكرة جامدة جدا للتوفير بيطحن الفستق في البيت. طب انتوا عارفين الكام جرام فستق دلوقتي بقوا بكام؟ في فيديو النهاردة أنا جاية أقول لكل أم جميلة نفسها تعمل حاجة حلوة تفرح بيها ولادها إنك مش بس هتقدري تفرحي ولادك، ده انت هتفرحي نفسك كمان بمشروع من بيتك، عشان أنا لقيتلك البديل اللي على قد إيدك لكل المكونات. وهعمل معاكي كمان الشوكولاتة الصلبة بحشوات تجنن في البيت ومن الأساس، وبمكون جديد خالص غير زبدة الكاكاو، عشان أنا عارفة إنك مش لاقياها وسعرها كمان بقى غالي جدا لو لقيتيها. يلا بينا بقى ومن غير رغي كتير نبتدي رحلة السعادة والنجاح والتوفير. بولة وحطي لي فيها مية مغلية، وبولة تانية أصغر منها وحطي لي فيها 25 معلقة كبيرة من بديل زبدة الكاكاو، وده مكون رخيص جدا موجود عند أي حد بتاع مستلزمات حلواني. هقول لكم على رأيي فيها بكل صراحة آخر الفيديو عشان بس ما اقطعش تركيزكم في الطريقة، بس عايريها وهي سايحة مش وهي مجمدة عشان ده أكيد بيفرق. انزلي بقى عليها بنص كوباية سكر مطحونة ناعم جدا ومنخولة كويس قوي، ودوبيها كويس جدا مع بديل زبدة الكاكاو على حمام المية عشان ده بيفرق جدا في نعومة الشوكولاتة. وبعد كده انزلي بربع كوباية من الحليب البودرة واستمري في التحريك كويس قوي لحد ما يدوب خالص. ساعتها انزلي بنص كوباية كاكاو خام غير محلى وقلبي كويس جدا لحد ما كل المكونات تتجانس مع بعضها. ومش هكتفي بدوبان المكونات مع بعضها وبس، ده انا كمان هحط المكونات في مطحنة التوابل او في الكبة عشان تنعم اكتر. وبس كده يا ستي، انت كده بقى عندك شوكولاتة صلبة، احشيها بقى ودلعيها باي طريقة تعجبك. طب تيجي نعمل بديل زبدة الفستق بنفس الطعم واحلى بس بمكونات على قد الايد؟ يلا بينا. شوية سوداني ودفيهم شوية عشان ده هيسهل عليك الطحن في مطحنة التوابل، وفي نص الطحن رشة ملح عشان ده أكيد هيبرز النكهة. وخلي بالك مطحنة التوابل بتاعتك لو كانت قوية مش هتحتاجي تضيفي نقطة زيت، لأنه هو من قوة الضرب هيتهرس وينزل كل الزيوت اللي جواه، لكن لو مش قوية ساعديها بشوية زيت. خدي بقى شوية من زبدة السوداني الحلوة دي وضيفي لها كام نقطة من اللون الأخضر ومكسب طعم الفستق، وده موجود في السوبر ماركت أو عند أي حد بتاع مستلزمات حلواني. تقليبة ظريفة وحولنا السوداني الفستق. اركنهولي بقى على جنب. حمري شوية كنافة في حتة سمنة ولا زبدة وضيفي لها زبدة الفستق، وبقى جاهز عندنا حشوة شوكولاتة دبي الشهيرة بس بلمسة الأم المصرية الخطيرة، ونركنها على جنب. بصي بصراحة كده أنا حاولت أصب الشوكولاتة في علبة بلاستيك من بتوع السوبر ماركت زي دي علشان ما كلفكيش يعني تمن القوالب السيليكون، بس للأسف لما حطيت الشوكولاتة ووزعتها لما طلعت من التلاجة وجيت أطلعها اتكسرت مني كده. بس بصوا اللمعة والقطمة والصوت بتاعها عاملة ازاي. معلش استخدمي قوالب سيليكون زي دي، وهي على فكرة مش غالية خالص. افردي الشوكولاتة وحاولي تعملي لها جدار قصير كده عن طريق تحريكها في كل جنب، وانزلي بالحشوة بتاعتك بقى وافرديها، وبعدين طبقة شوكولاتة تانية وعلى التلاجة. طلعيها من القالب بشويش كده وشيلي الشوكولاتة الزيادة واستمتعي ببار شوكولاتة حرفيا يجنن وتكلفته لا تذكر. وعلى فكرة الحشوة مش لازم تكون بس الحشوات اللي موجودة في شوكولاتة دبي، تقدروا تحشوها شوكولاتة سبريد بنكهات مختلفة زي نكهة القهوة واللوتس والشوكولاتة الرافاييلو أو الفريرو روشيه، أو حتى الشوكولاتة البيضة والماربل. وعملت لكم على فكرة كل السبريدات دي من 3 مكونات أساسية موجودة في كل بيت. هسيب لكم اللينك بتاع الفيديو ده في الكومنتات، لازم تشوفوه، هيفيدكم جدا مش بس في حشو الشوكولاتة، في السندوتشات والكيك والوافل والكريب كمان. تعالوا بقى أقول لكم على رأيي في بديل زبدة الكاكاو بكل أمانة. هي ادتني لمعة وقطمة خطيرة للشوكولاتة، أحلى بكتير من زبدة الكاكاو الطبيعية كمان، بس كدوبان لا، ما كانتش بتدوب في البق
ولا طعمها غني زي زبدة الكاكاو الطبيعية أبدا. وكمان لما جيت أغسل المكونات كانت صلبة وماسكة جدا في الأدوات، فما بالك بقى بجسمنا وشراييننا هتعمل فيهم إيه؟ بس ده ما يمنعش طبعا إن طعمها كان حلو، أو طعمها كان عامل زي الشوكولاتات المتواضع سعرها اللي بنشتريها للمطبخ أو للحلويات دي. وعشان كده نصيحة مني، لو هتعمليها لولادك يبقى مرة كل فترة طويلة قوي، أما لو هتبيعيها يبقى اتبعي الفيديو اللي جاي، علشان إن شاء الله هحقق لك فيه المعادلة الصعبة بين الشكل والطعم والصحة. وفي النهاية خالص أنا عايزة أقولك، قريت جملة جميلة وعجبتني قوي، وفكرتني بمثل شعبي عندنا في مصر، الشطورة فيكو تفكرني بيه في الكومنتات. الجملة دي بتقول: من لم يطرق بابنا والروح ترتجف فلا مرحبا به والنبض منتظم. أتمنى لو الأفكار اللي قدمتها لكم عجبتكم وفرحتكم تعملوا لي لايك وشير، وتسيبوا لي كلمة لطيفة زيكم كده في الكومنتات عشان يوصلكم مني كل جديد. أنا شيماء البهائي.